السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افيدك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق يونستانت. التطبيق ده مساحته 31 ميجا، محمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده تطبيق فرنسي خاص بحجز رحلات السيارات. لو انت حابب تتنقل من مكان لمكان، لو انت حابب تحجز عربية، لو انت حابب عربية توصلك المشوار اللي انت رايحه او شغلك او اي مكان انت رايحه، تطبيق مشابه لتطبيق اوبر. بتقدر ان انت تحجز من خلال التطبيق ده العربية اللي انت عايزها. بتقدر من خلال التطبيق ده لو انت عندك عربية ومشغلها على التطبيق ده او شغال بيها على التطبيق ده، بيكون ليك مميزات كتيرة قوي. بيكون ليك مميزات ان انت لما بتعمل عدد رحلات معين بتقدر تحصل على مكافأة. المكافأة دي طبعا بتكون نظير شغلك، ما بتكونش اللي هو الأجر بتاعك. انت أجرك كده كده بتاخده أو بتحصل عليه مقابل كل رحلة، انما بيكون ليك ميزة او اوبشن تاني، وهو ان لما بتعمل عدد معين من الرحلات، مثلا 20 رحلة في الاسبوع او 50 رحلة في الاسبوع او 100 رحلة في الاسبوع على حسب التطبيق بيديك المكافأة على عدد رحلات قد ايه. طبعا كل ما بتشتغل مع التطبيق كتير كل ما عدد الرحلات بتاعتك دي بيقل. ازاي؟ يعني لو انت مثلا في بداية الشغل في التطبيق بيقول لك مثلا حقق 100 رحلة في الاسبوع وهتاخد بونص او هتاخد مكافأة. لو انت اشتغلت وكملت معاهم ممكن بعد فترة او بعد شهر او بعد شهرين او بعد 3 تلاقيهم بيقول لك مثلا اعمل في الاسبوع 50 رحلة. بس ده طبعا عشان انت شغال معاهم بيقولك فترة طويلة، اعمل 50 رحلة وهتاخد بونص او هتاخد هدية. الهدية مثلا او المكافأة دي مثلا بتكون 100 يورو، 50 يورو، 120 يورو، على حسب المكافأة بتاعتك بتكون ايه. بس شرط ان انت تحقق الحاجة اللي هم طالبينها منك، او الحاجة اللي مطلوب منك ان انت تعمل عدد الرحلات دي خلال الفترة او خلال الزمن اللي هو مدينهولك. ده بيكون مكافأة بعيدة عن الاجر بتاعك اللي انت بتاخده نظير شغلك او نظير كل رحلة. فتطبيق كويس بالنسبة للناس اللي معاها عربيات وحابة ان هي تشتغل على التطبيق، او حابة ان هي يكون ليها مصدر شغل او مصدر دخل تاني. فانصح الناس ان هي تحمل التطبيق ده وتشتغل عليه. بس هو طبعا التطبيق موجود داخل فرنسا بس. ده كده بالنسبة لمميزات التطبيق. عيوب التطبيق ان هو بيتضمن اللغة الانجليزية والفرنسية ومبيتضمنش اي لغات تانية. بالاضافة لان زي ما احنا قلنا لسه قايلين دلوقتي ان التطبيق موجود داخل فرنسا بس مش موجود في اي مكان تاني. ده كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح لتطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. وشكرا، سلام عليكم.